للي ما يعرفش، مصر بتودع بطولة كاس افريقيا من الدور ال16 على يد الكونغو الديمقراطية. بعد ما تعادلوا 1-1 ولعبوا اشواط اضافية وضربات تراجيح، والحمد لله خسرنا من الكونغو الديمقراطية. والحقيقة اللي انا عايز اقوله ان احنا خسرنا بفعل فاعل، يعني احنا خسرنا بفعل فاعل، ومش اللعيبه ولا حتى اللعيبه اللي مستواها متواضع ولا حتى اللي مستواها سيء، عشان برضو نبقى صراحه وما نظلمش حد. حتى اللعيبه اللي مستواها سيء مش هم السبب. السبب فيتوريا اللي ما بيفهمش حاجه خالص، بجد. لا اختيارات كانت صح، ولا تشكيل كان صح، ولا خطه بتتحط، ولا تبديلات. يا عم ده طلع مروان عطيه، بتطلع مروان عطيه عشان ننزل محمود حماده؟ يعني انت بتطلع مروان عطيه تنزل محمود حماده؟ يعني واحد اسمه حماده هيعمل ايه مع دول؟ ده انت شايفهم يعني اشكالهم عامله ازاي. محمود حماده وسايب النني. انت سايب النني كل ده بيعمل ايه؟ يعني النني كل ده بيعمل ايه بجد؟ والله انا مش فاهم. اي حد بيجي بيلعب هو النني ده مفروض علينا؟ يعني هو نازل كده مع المنتخب؟ اي حد بيجي يلعب بمنتخب مصر لازم ينزل النني؟ انا مش فاهم والله. النني ده يا جماعه موجود عشان بس ربنا يثبت لنا ان هو فعلا يرزقنا من حيث لا نعلم. موجود عشان يبقى مثال حي. يعني سبحان الله، ربنا ممكن يرزقك حتى لو انت ما عندكش القدره. يعني هو موجود مثال حي كده، آية من عند ربنا تبص لها تعتبر ان انت في اي وقت من الاوقات ممكن تبقى حاجة كبيرة قوي حتى لو انت ما عندكش المقومات دي. يعني انني كده انا بشوفه ما بيلعبش كرة اصلا. يعني انا شايف ان هو ما بيلعبش كرة، وكل اللي بيجي بياخده وكل اللي بيجي بيلعبه. ده يلعب على مروان عطية. طيب الماتشات اللي فاتت انا مش والله ما فاهم. انا مش فاهم هو بيعمل ايه. يعني بجد انا مش فاهم هو بيعمل ايه. ده خلى كل اللعيبه حتى اللعيبه النجوم بقى مستواها سيء. يعني انا مش فاهم. وهو جاي من بدري عشان ما حدش يقول لك اصل هو ما لحقش. ده بقى له 100 سنه موجود معانا، وكان بيروح يتفسح في الانديه ويحضر كل الماتشات، قاعد بيتدلع. طب كل ده انت بتعمل ايه؟ بجد هو ده السبب الرئيسي في خروجنا وشكلنا يعني اللي ضحك طوب الارض ده. احنا بنتعادل كل الماتشات. يمكن الانجاز اللي عمله المره دي ان احنا ما تعادلناش 2-2 بس، انما بجد لا فكر ولا خطط ولا حتى جمله شفتها مثلا اقول مثلا ده لا ده ممكن بس احنا حظنا وحش. لا ده مفيش خالص. ده مدرب ابيض، مدرب فاضي جاي ياخد مننا فلوس عشان احنا بندفع بس. وبجد لازم اللي فكر في فيتوريا ده وجابه لازم يتحاسب. هو سبب برضه، هو سبب في اللي احنا وصلنا له. واتحاد الكوره اللي خلى واحد يختار واحد زي فيتوريا ده يتحاسب. يعني انا شايف اقل اعتذار ممكن يقدموه للشعب المصري، اقل اعتذار هو اقالتهم. بجد اقاله اتحاد الكوره. وانا اعتقد 100% الوزير هيعمل كده. وزير الشباب والرياضه اكيد هيقيل يعني انا مش فاهم بصراحه قاعدين بيعملوا ايه. مين فيتوريا ده؟ ولا ده ذنب كابتن ايهاب جلال اللي انتوا اقلتوها في الطياره؟ ولا معرفش والله. بس احنا عاملين حاجه غلط. احنا اكيد عاملين حاجه غلط. احنا يعني مش عارف بجد والله. شكلنا وحش قوي. يعني واكلين مثلا مال يتيم مثلا، واكلين ورث عيل صغير مثلا ابوه اهله ماتوا. ما تعرفش احنا عاملين حاجه غلط قوي. يعني احنا عاملين حاجه وحشه قوي عشان اللي بيحصل فينا ده. بجد ما نكسبش ماتش، مفيش ماتش نكسبه. نطلع من دور 16. منتخب مصر يطلع من دور 16. دي فرق ما كناش نسمع عنها. اتطورت وبقت بتلعب كرة حديثة وبقت بتلعب كرة حلوة وعندهم محترفين. احنا بس فالحين ايه؟ نقعد نقطع في بعض بس. انما وقت الجد مفيش بجد والله. احنا بجد مفيش. ده في منتخبات دلوقتي بقى بتنافس على كاس العالم، بتنافس في كاس العالم. مش احنا بنطلع من دور ال16 في افريقيا
ولا نفسنا نروح كاس العالم، وبالشكل ده مش هنروح كاس العالم طبعا، طبعا مش هنروح كاس العالم. ده لازم يمشي حالا، لازم يمشي، او مش يمشي حالا، هم يسيبوه هناك، يسيبوه هناك يشق طريقه بقى، والله بجد يسيبوه هناك يشق طريقه. وتاني اكيد وزير الشباب والرياضه لازم يقيل اتحاد الكوره. بجد بجد الصوره اللي طلعت للناس دي كلها حاجه بجد مكسفه، حاجه مكسفه والله، حاجه مكسفه. بقول لك فرق ما كناش نسمع عنها، فرق انجازها طول حياتها ان هي تصعد مثلا لدور ال16، اللي هي كاب فيردي مثلا. احنا مش عارفين حتى احنا بنتعادل معاهم فرحنا، ولا احنا ما عرفناش نعدي عشان موزمبيق مش موجوده؟ ما هي موزمبيق اللي خلتنا نصعد، ولا موزمبيق اللي احنا ما عرفناش نكسب؟ انا مش عارف والله. وفالحين بس نعمل ايه؟ 7 بطولات، احنا احسن نادي، احنا الفراعنه بس. انما في كوره، في اي حاجه تتعمل، احنا منظومه كرويه فاشله، احنا منظومه اقول لك على حاجه، حرام ربنا هيحاسبني على كلمه منظومه اللي انا بقولها. سلام.